المياه جعبر شرقي سويدية صغيرة. هو مشروع استبدال الخط القديم المصنوع من مادة الأترنيت الضار، واستبداله بخط المصنوع من مادة البولي إيثيلين العالي الكثافة ضغط 10 بار. انطلقت الأعمال 1/6 ومن المتوقع انتهائها في 15/8. طول الخط الرئيسي 5.5 كيلومتر قطر 200 ملم، وخط فرعي طول 900 متر قطر 110 ملم. عدد المستفيدين من المشروع بشكل مباشر 3000 نسمة، والمستفيدين بشكل غير مباشر من توليد الاستقرار للشبكة العامة 25,000 نسمة. فرص أكثر من 50 عامل يعملون في المشروع من بين عمال وآليات وعمال يعملون في صهاريج توزيع المياه للبيوت أو المنازل المتضررين من انقطاع المياه خلال الشهرين ونصف من تنفيذ الأعمال.